اهلا وسهلا بكم متابعينا في كل مكان. جايب لكم النهارده منتج اتسالت عليه كتير، هو الفرق بين الاف اكس 991 اي اس بلس والاف اكس الموديل القديم اللي هو الاف اكس 991 اي اس بلس. الفرق بين الاتنين هو بس اختلاف الشكل، لكن هي نفس الوظائف ونفس كل حاجه حتى بنفس الطرق. تمام، هو ده الشكل الجديد، وكمان مكتوب عليه هنا الصناعه ميد ان ماليزيا. الشكل القديم هو دوت. تمام، ومكتوب هنا عليه ميد ان تايلاند. هنفتحها دلوقتي ونشوف ايه الفرق بين الاتنين. هنا دي كده في الظهر هتلاقي مكتوب عليها الكيو ار كود. تمام، وده منظر ايه العلبة بتاعتها. تمام، هنفتحها دلوقتي ونشوف كل واحدة فيها ايه وشكلها عامل ازاي. زي ما قلنا ديت اف اكس ميد ان تايلاند. تمام، والموديل بتاعها زي ما مكتوب هنا اف اكس 991 اي اس بلس. بيبقى جاي معاك كتالوجات بالمنظر ده. تمام، وده شكل الآلة كده واضح في الكاميرا. عايزين نشوف برضو الصناعة مكتوبة ورا ايه. مكتوب هنا ميد ان تايلاند، مش عارف مش واضح هنا عندي في الكاميرا. هنفتحها كده ونشوفها مع بعض. في ناس بتفضل الشكل ده وفي ناس بتفضل الشكل التاني. كده انا شغلتها. تمام، دلوقتي نفتح مع بعض ده المكان بتاع البطارية. هنفتح دلوقتي مع بعض بقى الموديل التاني اللي هو الجديد ونشوفه برضو مع بعضين. ده الموديل الجديد مكتوبين عليه ميد ان ماليزيا. تمام، هنحط الشكلين كده جنب بعض برضو. ولو خدت بالك هي نفس الزراير، هي نفس الامكانيات، الاختلاف بس التصميم بتاعها، وحتى الشاشة هي بالظبط. الشاشة دي نفس مقاس الشاشة دي بالظبط. متنسوش تعملوا لايك للفيديو ومتابعة للقناة عشان تشوف كل جديد، واكتبوا لنا في الكومنتات محتاجين تشوفوا ايه تاني. وشكرا.